أيها المواطنون، إليكم البيان الثاني الصادر من القيادة العامة لقوات الشعب المسلحة. بيان رقم 2 من القيادة العامة لقوات الشعب المسلحة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله العلي القدير وباسم جماهير الشعب السوداني وقواته المسلحة اصدروا القرارات الآتية. أولا، تعطيل الدستور وإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء الجمهورية، وإغلاق الحدود والأجواء السودانية اعتبارا من اليوم 15 من شهر رجب 1405 هجرية الموافق 6 من إبريل 1985 ميلادية. ثانيا، إعطاء رئيس الجمهورية ونوابه ومساعديه ومستشاريه ووزرائه المركزيين ووزراء الدولة. ثالثا، حل الاتحاد الاشتراكي السوداني وجميع تنظيماته وروافده. رابعا، حل مجلس الشعب القومي ومجالس الشعب الإقليمية. خامسا، إعطاء حكام الأقاليم ومعتمد العاصمة القومية والوزراء الإقليميين. سادسا، يتولى قادة المناطق العسكرية في جميع أقاليم جمهورية السودان الديمقراطية سلطات حكام الأقاليم. سابعا، يتولى وكلاء الوزارات المركزيون ورصفاؤهم في الأقاليم تسيير دفة العمل التنفيذي في العاصمة القومية والأقاليم حتى إشعار آخر. والله الموفق، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.